هاي متتبعين جريدة هوا بريس، مرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج منسيون. هذا البرنامج اللي من خلاله كنتعرفوا على مجموعة ديال القصص والخبايا ديال النجوم. هاد النجوم اللي كل واحد بدع في المجال ديالو، غير انه بمجرد ما كتطفى عليهم الاضواء كنشوفوهم كيعيشوا التهميش والاقصاء. الضيف ديالنا ديال اليوم هو النجم المغربي سي محمد مفتاح. سي محمد مفتاح ومن لا يعرفه، النجوميه ديالو تعدات المغرب ووصلت للعالم العربي. هادشي هذا كدل عليه المشاركه ديالو في مجموعه ديال الاعمال ضخمه بحال الرساله، وكذلك اعمال اخرى تاريخيه مهمه. الطفوله ديالو كتعتبر من اصعب المراحل اللي دوزها في حياته، بحكم ان الام ديالو توفات وهو في سن السادسه، وكان انذاك هو الابن الوحيد عند الوالدين ديالو. حسب تصريحات ديال سي محمد مفتاح فان الام ديالو توفات بالضبط سنه 1953 في ثوره الملك والشعب، ملي غادي يبدا القرطاس انذاك، خاصه في الحي المحمدي اللي كان في هذيك الوقيته كيتسمى بكريان سنترال. الام ديالو غادي تصاب في الجبين ديالها برصاصه غادره، وبالتالي غادي تفارق الحياه على الفور. لكن المفزع في الامر هو انه غادي يبقى يلعب في الدم ديالها حيت كان باقي صغير. من الاشياء الايجابيه اللي وقعت في الحياه ديال سي محمد مفتاح هو انه توشح بوسام ملكي من طرف صاحب الجلاله الملك محمد السادس. سي محمد مفتاح كتعتبر من الاسماء الرائده في المجال الفني اللي قدر يبصم الاسم ديالو في سماء الفن، غير ان النقله النوعيه في مساره كانت من اللي مثل فيلم تلفزي تحت عنوان مامون وشركائه مع النجم المصري عادل امام. بزاف الناس كيعرفوا ان سي محمد مفتاح عمره ما تزوج، كما كيعرفوا انه من الناس اللي مغضوب عليهم في التلفازه حسب التصريحات ديالو. طبعا بالنسبه لسي محمد مفتاح كيبقى بحالو بحال باقي الفنانين اللي ملي كيسولوهم الاعلام علاش كتغيبوا كيكون الجواب ديالهم هو اننا براسنا ما عارفينش. بهذه المناسبه هذه كنوجهوا رساله للمسؤولين انهم يلتفتوا له، حيث الجمهور المغربي متعطش لمثل هذه الوجوه، خاصه وانه من عمالقه الشاشه، كما ان اسمه كيبقى اضافه لاي عمل كيشارك فيه.